نرحب بزميلنا سيد مراد. مساء الخير يا استاذ سيد. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. طب تعالى صوتك شويه. الحمد لله تمام. تاني. الحمد لله. طيب استاذ سيد، يعني المره اللي فاتت واحنا بنتناقش، يعني يبدو ان حضرتك يعني لديك الكثير من الدرايه باحداث النادي المصري وتاريخ النادي المصري. قول لي الاول البرنامج اللي فكرت ان انت تعد ليه حلقه او تسميه اسمه ايه وفكرت في ايه؟ هي الفكرة أنا كنت عامل طب مجموعة. انت مخبي ليه؟ أنا كنت عامل مجموعة على الفيسبوك مسميها حكاية اسمها المصري بورسعيد. الفكرة إن أنا بتكلم فيها عن مجموعة من اللاعيبة اللي رفعوا اسم النادي ودافعوا عن اسم النادي في فترة ما كانش فيها الانتشار القنوات الفضائية والميديا، غير إن ما كانش فيه موضوع إن اللي يدفع، إن أنا ألعب للي يدفع أكتر. كان اللعب بانتماء للنادي. فأنا يعني إحنا دلوقتي ما هنقرب على مئوية النادي إن شاء الله بعد 5 سنين، ومعظم الجمهور اللي موجود دلوقتي بيشجع الفرقة معظمهم من الشباب، يمكن معظمهم ما يعرفش أجيال كتير عدت على تاريخ النادي. فأنا حاولت في المجموعة اللي أنا عاملها على الفيسبوك ديت إن أنا أتكلم عن النجوم اللي يعني رفعت اسم النادي المصري من غير ما تتكرم لا ماديا ولا إعلاميا. فواجب يعني واجب إن إحنا نكرم الناس ده حتى لو تكريم معنوي. فلما شفت الإعلان بتاع الإذاعة فكرت إن البرنامج ده بدل ما يبقى كمجموعة صغيرة على الفيس، إن هو يبقى بشكل أحسن ونبدأ نكرم الناس ديت، يعني نديهم حقهم، يعني أبسط حقوقهم. انت شايف ان ممكن البرنامج ده يستمر كام حلقة يعني؟ هو البرنامج دوت احنا لو اتكلمنا في تاريخ النادي ممكن يعمل 1000 حلقة، يبقى 1000 ليلة وليلة. يبقى 1000 ليلة وليلة مصر، ما يمكن نسميه 1000 ليلة وليلة مصر. أنا مسميها حكاية اسمها المصري بورسعيد، لأن الحكاية مش هتبقى لاعبين وإداريين ومسؤولين بس. 1000 ليلة وليلة مصر. أصل أنا هتكلم كمان إن الحكاية يعني حكاية الجمهور كمان كان بيدفع من جيبه ويسافر ورا النادي، وكان كل اللي بيستناه انت عارف ان احنا عندنا برنامج اسمه صالون الذكريات؟ طب انت مش محمد فاروق. طب انت مش شايف ان ده ممكن يتعارض مع البرنامج ده؟ هو صالون الذكريات استاذ محمد فاروق تقريبا بيستضيف النجم اللي بيحكي معاه حكايه. لا يعني ما احنا ممكن يعني مثلا، مش قصدي يعني احنا ممكن يكون البرنامج ده بيحكي في نفس الاطار يعني. طب ليه ممكن ما يكونش الاثنين حاجه واحده؟ والله لو الفكره تنفع عن البرنامج ان لا هو انت الاول مقتنع ان البرنامجين حاجه واحده ولا مش مقتنع؟ هو البرنامج بتاع الدكتور محمد فاروق انا يعني بسمعه انه بيستضيف نجوم. انت مقتنع الاول؟ انا مقتنع. لا يا استاذ اعرف بس انت مقتنع؟ انا مش هاخد منك الفكره والله. لا بس لا. انا بسالك انت مقتنع ان ممكن يكونوا هما الاثنين حاجه واحده؟ هما ممكن الاثنين يبقى حاجه واحده، بس انا بتكلم فكره ان الدكتور محمد فاروق يمكن بيستضيف نجم لسه موجود. انا بتكلم عن نجوم مش موجوده. ماشي. طيب سيد، انا الاول بشكرك، واهتمامك ده شيء جميل جدا، وانا شايف ان انت يعني عدد اكثر من حلقه ده شيء جميل جدا. هي ده حلقه عن كابتن مسعد نور. يعني حلقه كامله. حلقه كامله عن كابتن مسعد نور. جميل جدا جدا. وكمان يعني قايل مين اللي ممكن يكونوا ضيوف وممكن يكون مين اللي معانا شيء جميل جدا. انا في المجموعه اللي انا عاملها حتى كمان بتكلم على ناس في الجمهور، ناس مميزه كانت علامات من علامات التشجيع في النادي المصري. تمام، ما تسكتش كده مره واحده يعني. طيب سيد، انا بشكرك شكرا جزيلا يعني، وسعيد بجد على اهتمامك، ويعني وان شاء الله تكون زميل لينا باذن الله. ان شاء الله باذن الله، ده شيء يشرفنا ان شاء الله باذن الله. اسلام. اولا للمستمع ان السيد خجول جدا يعني. انا عاوز اعداد مش مقدم تقديم. نعم، ما انا عشان بخاف اقعد قدام الميكروفون مقدم اعداد. امال المره الجايه هتبقى ميكروفون ومايك بقى وميكروفون وكاميرا بقى السيد خجول، يمكن دوت انعكس على افكارك، فانت وانت بتسردها كانت غير مرتبه شويه. يعني انت طلعت من تاريخ النادي فدخلت في الجمهور، فطلعت تاني في النادي، فقمت داخل في اللعيبه. حسستني انك مش معد، حسستني انك قاعد في المدرج، ويمكن مش المدرج البحري، المدرج الغربي مقصوره، اللي هي بقى الناس الكبيره بتاعت زمان. ادتني بتدي روح، يعني هي بتدي روح للمستمع، بتحسسه بالكيان فعلا. بس انا عاوزك تكون افكارك مرتبه شويه. تمام. وانت بتسرد يعني 1 2 3 4. هو انا كاتب يعني الحلقه اللي انا كاتبها، لو حضرتك قريتها هتتلاقي الافكار فيها مرتبه عن الكلام اللي انا قلته. بالظبط. ويبدو ان الكلام، خليني بس ان انا اتدخل يعني، ويبدو ان الكلام يعني هو سرده للكلام بطريقه الكلام، يعني ان هو يقوله ويقراه، يعني ممكن يكون هو ترتيب افكاره في الورق اكثر، يعني اكثر تنظيما من هو يقوله له. وحضرتك لو شفت الحلقه اللي انا كاتبها عن كابتن مسعد نور هتلاقي الافكار فيها مرتبه. قايل الضيوف وقايل مين عن الكلام.
على الكلام اللي انا اتكلمته. تمام. وانا النقطه الثانيه بقى، انا حاسس اللي هو نفسه يكون مسؤول في البلد. يعني هو بيتكلم وبيسرد افكاره وقال لك انا نفسي الناس دي تتكرم ونفسي الناس دي كذا. هو في حاجه، بس هي الفكره ان الناس ديت يعني جيل السبع، يعني مثلا جيل زي جيل السبعينات، الجيل ده ما اتكرمش بالشكل المناسب. يعني ناس دفعت عن اسم النادي في اصعب فترات عدت على البلد يعني. تمام. فانا بحاول ان انا يعني على قد ما اقدر ان احنا نكرم الناس ده، حتى التكريم يعني تكريم معنوي يليق بهم. باذن الله يا سيد، باذن الله الله. في شغلك وفي سرد الناس دي عملت ايه للنادي المصري وايه بصمتها في النادي المصري. تمام. باذن الله دوت هيكون على الاقل تكريم مننا احنا كاسره الراديو المصري ان FM، شاء الله بإذن الله. واسره المقدمين واسره المعدين في الراديو هنا. على الاقل كل واحد بيقدر يعمل اللي عليه، وباذن الله اي مسؤول يسمعنا هو برضه يعمل دوره ان شاء الله. باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا شكراً. سيد، انا بشكرك شكرا جزيلا. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع احد الزملاء ان شاء الله. خليكم معانا على المصري FM.